اوقات كنت محتاجة شخص معين وما استناش. امي سبتك في وقت انت محتاجاها فيه. أوقات السكوت بيبقى أصدق من 1000 رسالة، بس احنا قررنا نكتبها حتى لو مش هتوصل. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الحلقة بتاعتنا معنا ضيف جديد. هنبدأ نسأل شوية أسئلة، يا رب الأسئلة تعجبكم والضيف النهارده يكون خفيف. أستاذ شروق معنا النهارده، هنبدأ نسألها. لو الرسالة دي آخر رسالة تقوليها في حياتك هتقولي فيها ايه؟ مش هسامح اي حد اذاني. مش هتسامحي أي حد أذاكي، دي أول رسالة. تمام. طيب سؤال تاني، لو تقدري تمسحي حاجة من حياتك هتمسحي ايه؟ لو اقدر امسح اي حاجه من حياتي امسحها. الماضي كله. هتمسحي الماضي كله؟ بذكرياتك بكله؟ كل حاجه. شخص نفسك تشكريه؟ عمتي. نفسك تشكريها؟ قوي. تشكريها؟ بشكرها قوي عشان هي اكتر حد وقف جنبي. هي عمتي الصغيره وفعلا بعتبرها امي التانية. نعمة حاسة بيها اليومين دول؟ وقفت بابا جنبي. دي نعمة حاسة بيها؟ ايوه، نعمه كبيره قوي في حياتي. ايه الحاجة اللي لو رجع بيك الزمن مستحيل تعمليها؟ حاجات كتير. اذكر لنا حاجة منهم، لو انت رجع بيك الزمن مستحيل تعمل الحاجة دي. ان اتعامل مع ناس. انك تتعاملي مع الناس؟ ما هو احنا مش هنعرف نعيش لوحدنا برضه. لا، ما هو انا شايفه ان احسن لو رجع بيا الزمن ما كنتش تعاملت مع حد. مع حد معين قصدك؟ تمام ماشي. في رسالة لو وصلت بدري كانت هتفرق؟ كانت هتفرق في كتير قوي. كانت هتفرق في ايه؟ هتفرق ان انا لو كنت من زمان قوي كنت عايزه اوصل كلام كتير قوي، بس هو ما وصلش بالمعنى او ما حدش فهمه او ما حدش حس بيه ولا قدره. تمام. زي اللي انا دلوقتي لو كان في رساله وصلت اللي هو بابا وماما ما كانوش انفصلوا، دي اكتر رساله كنت احب اوصلها. امتى حسيت ان ربنا انقذك؟ لما عديت من مشاكل صعبه كتير. كنت تدعي في ربنا انت تعدي؟ ايوه. وعديتي؟ عديت منها الحمد لله. الحمد لله. اوقات كنت محتاجة شخص معين وما استناش. امي. سبتك في وقت انت محتاجاها فيه. السكوت اوقات بيبقى تقيل. بيبقى تقيل، بس السكوت في اوقات بيبقى الصح ان انت تسكت متتكلمش. ان الكلام هيخسر الشخص اللي انت موجوده قدامه. فبتبقى مجبر ان انت تسكت عشان ما تخسرش اللي قدامك. تمام. مش لازم تذكري اسم الشخص ده، بس توجهي له رساله. مش لازم اذكر اسمه بس توجهي له رساله. لا اقول له شكرا. دي الرساله انت بتوجهها؟ على اي حاجه بعملها. في شخص سامحتيه بس الوجع لسه؟ نفسك تعاتبه؟ لا، ما بقاش يفرق ان انا عاتب. لو معاكي رساله ومش هتوصل للشخص ده تحبي تقولي فيها ايه؟ اللي هو انا محتاجه له قوي، محتاجه للشخص ده قوي، والفتره دي كمان. والفتره دي؟ تمام. حاجه صغيره وبتفرحك؟ الحنيه، لما حد بيتكلم معايا كويس بيفرحني قوي، دي اكتر حاجه بتفرحني. ايه اللي اختفى من حياتك قد ايه؟ ابويا. اللي اختفى من حياتك قد ايه؟ فعلا قضيه جامد. هو بس اللي اختفى؟ هو اللي فارق لك حاليا؟ ايوه. ايه اللي انت محتاجاه في حياتك عشان تحسي ان انت تمام وكويسه؟ الحنيه والاهتمام وان الاقي دايما حد جنبي. وانت طبعا كنت محتاجه حد جنبك وما بقاش ومشي. سابني في وقت انا كنت محتاجه له فيه. تمام. عدم وجود مامتك ده مأثر معاكي؟ قوي. حاسه ان حاجه ناقصه؟ اكيد. شخص مش موجود بس بتفتكر في مرة؟
أكيد الله يرحمه. تفتكري في رمضان دايما؟ دايما. كنتوا تلموا عيلة مع بعض؟ كان قريب مني جدا. في حاجة نفسك تقوليها؟ حاجة إن لو في حد زعلان مني أو أنا عملت حاجة مع حد سامحني عليها. دي الحاجة نفسك تقوليها؟ في حاجة تاني جواك حاسة انت قلتيها ترتاحي؟ ألاقي الدعم دايما. انك تلاقي الدعم؟ وطبعا احنا كده وصلنا لاخر الحلقة مع شروق اللي كلامها لمس قلوبنا كلنا. اتمنى الحلقة تعجبكم ونشكر شروق على ان هي فتحت قلبها واتكلمت وحكت. طبعا لو سيبنا لها مجال ان هي تحكي من هنا لبكره مش هتسكت، او الحكي اللي عندها مش هيخلص. نشكرها، شكرا يا شروق ان انت اتكلمتي، واتمنى الحلقة تعجب الناس كلها. متأكد من كده جدا ان كلامك هيلمس مع الناس كلها. شكرا يا شروق.